4 أدوات مهمة جدًا لكل UX designers. أول أداة معانا وهي فيجما، لكن مش اللي أنت بتستخدمه على الديسكتوب، لكن اللي على الموبايل، اللي يخلّيك تقدر إنك تشوف تطبيق الموبايل اللي أنت بتصممه إزاي على الموبايل بتاعك وهكذا. ده اسمه فيجما بروتوتايب ميرور أو بس فيجما أحيانًا على الأب ستور وهكذا. تاني أداة معانا بقى وهي نوشن، وده هتساعدك بشكل كبير أوي إنك مش بس تنظم الشغل تشتغل عليه وتكتب التاسكات اللي وراك والdescription والحاجات دي كلها، لكن كمان أنت ممكن تعمل جدول كبير جدًا مع الteam بتاعك وتشوف كل حاجة أشبه بجيرا، وبصراحة حلو جدًا إنك تتعلمها وهتلاقي فيديوهات كتيرة جدًا على اليوتيوب. تالت أداة معانا بقى يا سيدي وهي midjourney. midjourney هو ذكاء اصطناعي هيساعدك بشكل كبير جدًا علشان تقدر إنك تطلع منه صور تغذية بصرية، وكمان صور ناس تستخدمها في المشاريع بتاعتك بتكون فعليًا مخصصة للمشروع بتاعك، حاجة طالعة زي اللي أنت عايزه بالضبط، لأنه مش دايمًا هتلاقي الحاجة اللي إحنا عايزينها في مثلًا unsplash وفreepik وهكذا. رابع واحدة بقى معانا وهو ChatGPT وذكاء اصطناعي كمان. النسخة المجانية وكمان الغير مجانية حلوين جدًا لأن هم هيساعدوك يدوك أفكار للمشاريع وفي نفس الوقت يدوك المحتوى للمشاريع بتاعتك اللي هتشتغل عليها. وبس كده، قُل لي بقى في التعليقات أنهي أداة عجبتك وما تنساش تعمل لي follow. بس كده يا سيدي، أشوفك إن شاء الله في الفيديو الجاي، مع السلامة.